مساء الخير. السوشيال ميديا كلها مقلوبة على الشاب آدم اللي اتقتل في مدينة نصر. الشاب آدم ده عنده 19 سنة أو بيقولوا 20 سنة. اتقتل في وسط الشارع عادي جدا. اتلم عليه 3 شباب أو أطفال. اتلموا عليه وضربوه الأول، وقعوه على الأرض وطعنوا في وسط صراخات او استفسارات من آدم: يا جماعة في ايه يا جدعان، في ايه يا جدعان، في ايه؟ يعني انا مش طالعه اقول حق آدم لازم يرجع، لانه حق آدم لازم يرجع، مش محتاج ان الناس تطلع تطالب بحاجه زي كده. واصحابه زعلانين عليه ومتضايقين عليه وبيقولوا حق آدم لازم يرجع، وهم قايمين بالواجب بزياده. انا طالعه برساله لكل ام ولكل اب: ارجوكوا ارجوكوا راقبوا عيالكم. انتوا بتودوا عيالكم في داهيه وانتوا مش عارفين. الولاد اللي ضربوا آدم وطعنوه يا هيخشوا الأحداث يا هياخدوا إعدام، الله أعلم هيتعاملوا معاهم على أي أساس. السبب اللي أنا شايفاه من وجهة نظري ومتأكدة منه في إن الولاد دي عملت كده الأغاني والمهرجانات العجيبة اللي بيسمعوها. بجد انا بالصدفة بضطر اسمع الحاجات دي في الشارع، في مكان عام، في اي حاجة. انا بسمع كلام فيه كمية تساهل في القتل والضرب والخيانة والموت وحتى الانتحار وحتى شرب المخدرات. رسالة لكل ام ولكل اب: يا جماعة، العقل الباطن بيبتدي يخزن الأغاني دي وكلماتها على إنها جزء من الشخصية، وبيبتدي الشخص يتصرف تصرفات على إنه مدمن مخدرات، على إنه هو مجرم، على إنه هو بني آدم عنيف بيتعامل بالعنف وسلاحه سلاح حاد بيتعامل بيه عادي، بيشوفوا الحاجات دي عادي. يا جماعة، ألف به حماية لشبابنا والمجتمع والجيل اللي بيطلع. أرجوكوا امنعوهم بأي شكل وأي طريقة، سواء بتربية إيجابية أو بتربية غير إيجابية. امنعوا ولادكوا من إن هم يسمعوا المهرجانات دي.